ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده عملت حلوة جميلة قوي لشرب الشاي، اللي هو الشكلمة الصيامي. كمان عملتها بطريقة حلوة قوي. هنا طبعا معايا اول حاجة هنقول المقادير. طبعا في المقادير معانا سمنة نباتي، ومعانا جوز هند، تمام، ونشا ودقيق. دلوقتي هقول لكم المقادير احنا وشغالين. طبعا هنا كوب ونص جوز الهند يكون مبشور ناعم، تكوني يعني جايباه من عند العطار ناعم، تقولي عايزة جوز هند ناعم، تمام. 3 معالق سكر بودر منخول، وطبعا هنا معلقة نشا كبيرة، نص معلقة بيكنج باودر أو كيك شيف، كيس فانيليا، طبعا معلقتين دقيق كبار، وهنا مية هاخد منها 3 معالق بالظبط، وطبعا عسل الجلوكوز ده هاخد منه معلقة واحدة، والملح والسمنة النباتي. برضه هنقول مقادير احنا وشغالين مع بعض. دي السمنة طبعا انا بوريها لكم نباتي. اول حاجة طبعا هنضيف على كوباية ونص من الجوز الهند المبشور 3 معالق من المية، هشربها كويس جدا بالجوز الهند، تمام. هقلبها كويس، هحط رشة ملح طبعا، كيس فانيليا او فانيليا سايلة الموجودة عندك. كمان لو عندك ريحة البرتقال، فانيليا البرتقال حطيها، جميلة قوي في الوصفة دي. طبعا معلقة السمنة النباتي هاخد معلقة واحدة بس، وهاخد نص معلقة برضو مع سكر البودر. يعني دلوقتي هقول لكم انا وشغالة. وهاخد برضو معلقة من العسل الجلوكوز على السمنة، على جوز الهند طبعا، معلقة واحدة بس عشان تربط، يعني مش كتير. حط ليكي قمر. طبعا هحط النشا، معلقة النشا الكبيرة، ونص معلقة البيكنج باودر، وطبعا الفانيليا احنا حطيناها في الاول، وحطيت معلقتين الدقيق، يبقى كده كله على بعضه ما عدا السكر البودر. يعني 3 معالق السكر البودر دول يكونوا مغربل كويس عشان انا عايزاهم ناعمين. هضيف عليهم بالظبط كده معلقة مسح من السمنة النباتي، وهضربهم كده لحد ما يبقى القوام معايا كريمة. اضرب السكر المطحون مع معلقة السمنة، اضربيهم كويس جدا، كويس جدا خالص، تضربيهم لحد ما يبقى قوامه كريم، يبقى زي الكريمة كده بيضة. طبعا انا بضرب، بس هو الطبق ما كانش جاي قدام الكاميرا. اهم حاجة تضربيها كويس. بصوا انا خدت بالظبط كده 3 دقايق وانا اضرب فيها. كده خلاص. طبعا بصوا بقى القوام كريمي، هضيفهم بصوا كده على بعض، وكده خلاص هعجن. تمام، انا وبعجن كده خلاص. لو لقيت الخليط ناشف منك هنضيف يا دوب معلقة مية، معلقة مية، ويا دوبك كده ربع معلقة سمنة، تمام،
عشان نظبط العجينة. بس هي كده مش هتحتاج حاجة معايا. بصوا، العجينة بقت جميلة قوي. طبعا هنا طبعا انا في الوقت ده سخنت الفرن. طبعا معاك صينية وورقة زبدة مدهونة زيت، وبتطبعيها عادي جدا. اهم حاجة تطبعيها كويس جدا بين ايديكي، وتكوريها كده كويس جدا. اعمليها زي القبة كده، تكون يعني ليها بوز كده لفوق. تمام. يعلم ربنا احلى من الفطار بكتير. طعمها جميل قوي وهشه جدا ومقرمشه من بره، يعني هشه قوي من جوه ال- الشكلمه، ومن بره مقرمشه، واخده لون جميل قوي. بس انا بوريكم واحده واحده عشان بس ايه، تشوفوا الفيديو كويس. اهم حاجه بصوا انا باخد يعني بطبعها كويس، ما رضيتش اسرع الفيديو عشان برضو اوريكي ان انا بصوا بطبع فيها جامد بين ايديا، عشان ما تشققش معاكي ولا تفرش ولا اي حاجه. اهم حاجه تطبعيها كويس بين ايديكي. طبعا انا مسخنه الفرن وهدخلها الفرن. قد ايه بجد بجد جميله وطعمها جميل بجد. يعني بصوا 2 مع كوب مع فنجان قهوه او كوب نسكافيه، بجد جميل أوي. طبعا المقدار ده جاب صينيه واحده. تمام كده. بالظبط مش هتاخد غير 10 دقايق بس في الفرن تكون استوت وجابت لون ذهبي. طبعا انا سبتها بصوا اول ما خرجت من الفرن سبتها ترتاح قد كده 5 دقايق بالظبط، عشان تكون بردت، لان لو اتلفيناها على كده هي وسخنة من الفرن هتفرط مننا قوي. وهي عندك في علبة صغيرة برضو ممكن ترصيها. بصوا يعني واخدة لون من تحت وفوق، بجد بجد جميلة قوي. كمان برضو هنقسم واحدة مع بعض ونشوف. ايه رأيكم بقى؟ طبعا انا كنت برص في الطبق عشان اوريكم في الاخر. بصوا بقى انا بقسمها، بجد بصوا قرمشة من بره وطرية من جوه قوي، وهشة جدا. وبصوا تحفة بجد، بتدوب دوب في البق. ان عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، واللي ما اشتركش في قناة ام كراس يشترك. ده كان فيديو النهاردة بسيط جدا وحلو قوي، وينفعكم قوي قوي في الفطار الصبح. ايه رأيكم بقى؟ اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.